بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعين قناة الغاليين، يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة يا حبايبي هعمل معاكم مخلل الخيار السريع اللي انت تاكليه تاني يوم او تالت يوم بكتيره، تكوني مطلعه منه ومستخدماه على طول في الاكل، بيبقى جميل جدا وطعمه حلو. وهعمله لكم بتتبيله حلوه كده هتعجبكم ان شاء الله. نسمي كده الله ونشوف مقاديرنا اللي احنا هنشتغل بيها. مبدئيا كده انا معايا كيلو ونص خيار بالحجم ده. انا بحب دايما الخيار بتاعي اللي انا هخلله يكون بالحجم ده، يعني شايفين بمقاس الصبع بتاعي، تمام؟ ونفس الحجم صغير ازاي وجميل وزي الفل. كل الخيار منقياه بنفس الحجم، تمام. غسلته كويس عشان بيبقى عليه رمل، لان ده انا شارياه من ناس من بلطيم، وطبعا ارض بلطيم ارض رمله، فما ينفعش مثلا ان انا اغسله اي غسيل وخلاص، عشان بيبقى ماسك فيه رمل وكده. لازم اغسله كويس خالص واتاكد ان هو ما فيش رمل ماسك فيه، تمام. غسلته وصفيته وجبت اهوت. معانا هنا حوالي كده عن 8 أو 9 فصوص توم. معانا هنا ليمونة ونص، ومعانا جزراية، ومعانا هنا قرنين شطة حمراء حامية، وهنا قرنين شطة خضراء. لا هي باردة مش حامية يعني، فقلت طالما انا حاطه شطة حمراء حامية احط دي باردة بقى عشان ما يبقاش كله ملهلب كده في بعضه. وجزراية، ومعانا هنا خل ناخده منه، نحتاج معلقتين او 3 خل ابيض. ومعانا هنا كوبايه ميه مغليه وسبتها تبرد عشان ده هستخدمها برضو. هجيب الخلاط بتاعي وانزل الاول الليمون والثوم والجزر، افرمهم كده كويس، وبعد كده انزل بقى الشطه في النهايه كده، عشان مش عاوزه الشطه تنهري جامد، عاوزاه يبقى ايه بين القطع بتاعتها كده. ومعانا هنا كزبره وكمون، هناخده معلقه كزبره ناشفه ومعلقه كمون، ومعانا برضو شويه كزبره خضره كده هنضيفهم على الخلطه دي. هجيب الخلاط وانزل فيه الحاجات دي. هذا الخلاط بتاعنا جبناه، ننزل بقى فيه الجزر والليمون كمان، الثوم بتاعنا. هنا بقى معانا شويه كزبره خضره كده، خرطهم هنا على الشطه عشان هينزلوا مع بعض في الخلاط في النهايه. اجيب بس انا الكمون والكزبره الناشفه، ادي معلقه كمون وعليها معلقه كزبره كبيره كده محترمه. هنزل بقى على كل المقادير ديت شويه ميه كده من اللي انا غليهم ومبرده، عشان بس الخلاط يتحرك بيهم. هاخدهم بقى افرمهم وارجع لكم. ادي ضربت الخليط معايا اهوت زي ما انتم شايفين بالشكل ده. انزل بقى بقيه المكونات اللي هي الشطه الحراقه والشطه البارده والكزبره الخضراء والملح، هما دول اللي فاضلين معانا من المكونات بتاعتنا بتاعت تخليل الخيار. ادي كده يا جماعه المكونات نزلتها اهي بقيتها. هجيب الملح عليها، هنزل كده بحوالي 4 معالق ملح. كمية الخيار معايا كتير، ف4 معالق كويسين لها يعني ما تقلليش عن كده. ادي 4، اضربهم بقى تاني مع بعض. ادي كده الخلطة بتاعتي بقت جاهزة اللي هحشي بها الخيار. هفضها هنا في البولة اللي كانت مكان الشطة. المية دي بقى يا حبايبي انزلها في الخلاط كده.
عشان دي هضيفها على الخيار بعد ما اخلله. اسيبها بقى مركونه في جنب كده على ما نخلص كميه الخيار بتاعنا. تتبيله الخيار جاهزه والعلبه بتاعتنا جاهزه اللي هنزل فيها الخيار. بتجيبي بقى يا حبيبتي السكينه بتاعتك، الخياره بتمسكيها كده، عاوزه تعمليها كده كمان لو انت حسيت ان هي يعني كبيره شويه ممكن تقسمها 4. المعلقه بتاعتنا تبدأي بقى يا حبيبة قلبي تحشي كده. بصي تحشي الخيارة كده زي ما انت شايفة بالشكل ده، وترصي واحدة في ريح واحدة. هعمل معاكم كمان واحدة. طبعا لما بتشقيها ما بتنزلهاش للآخر، يعني شايفين آخر السكينة فين عشان تتن الخيارة ماسكة نفسها معاكي كده وتبقى كويسة معاكي. ممكن لو عايزة تعملها 2 بس نصين برضو شغالة، اللي يريحك انتي وراحتك. يعني عاوزة تعملها 4 ماشي، عاوزة تعملها 2 ماشي، بس انا بحب اعملها 4. بحب برضو اعمل 2، اقسمها 2 بس، شق بس كده مش للاخر طبعا. عاوزة اقول لكم الخلطة ديت ريحتها جميلة جدا طالعة بسم الله ما شاء الله، يعني هنا عليا اكل منها كده حاجة. فما بالك بقى لما بتبقى مع الخيار تبقى مديله طعم تحفة جدا. تاكل الخيار كده يعني بصراحة مش قادرة اقول لكم لما تاكليه كده بتحسي بايه. حاجة كده عاملاها ببيتك نظيفة، حاجة كده جميلة، لا متباعة في الشارع ولا حاجة، عاملاها في مطبخك وضمناها ان هي نظيفة، غسل الخيار بتاعك كويس. فالحاجات ديت يعني اليومين دول نخلي بالنا يعني يا جماعة، عشان النظافة اهم حاجة، النظافة في الاكل والشرب. وربنا يستر بقى ويعدي الايام دي على خير ان شاء الله. ربنا يرفع البلاء والوباء عننا يا رب، احنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خلص بقى الكمية اللي معايا واوريها لكم بقى في الشكل النهائي. ده كده بقى شكل الخيار بتاعنا بعد ما خلصت الكمية كلها. طبعا العلبة دي ما كفتش الكمية، ده 1.5 كيلو يعني كتير. جبت العلبة دي كانت فاضية عندي مكانها حلاوة طحنية يعني ونضيفة وغسلها، فنزلت فيها بقية الكمية. ده الشكل النهائي بتاعها يا حبايبي. طبعا انا هنا بقيت الخلطة، وطبعا شايفين انا عاوزة بس اوريكم المية اللي الخيار نزلها. هو انا لسه ما ضفتش عليه اي حاجه، بس طبعا الخيار فيه نسبه ميه، فعشان كده ما لو تبلتيه او حطيت له ملح او اي حاجه بتبص تلاقيه منزل ميه لوحده. فطبعا الكميه بتاعتنا ديت اللي هي فايده من التتبيله هننزلوها على الخيار كده. ودي اللي كان في الخلاط اللي انا قلت لكم عليه من الاول. هبدا انزل بقى هنا على علبتين، دي شويه ودي شويه كده. ريحة التتبيلة خطيرة خطيرة خطيرة، حاجة كده تفتح النفس من الآخر يعني، ما شاء الله ما شاء الله. هذا شكل خيارنا يا حبايبي. طبعا العلب بتاعتنا بغطيها بركنها بس يوم واحد على رخامة المطبخ، بعد كده بدخلها التلاجة عشان ده خيار عليه خل وعليه ليمون ما يستحملش انه يفضل هنا على رخامة المطبخ. لازم ادخله التلاجة عشان يغيب معايا فترة، يعني بيغيب 15 يوم، بيغيب 20 يوم، يبقى كويس معايا ونضيف وزي الفل.
طلع منه كده كأني لسه عاملاه طازه. انا طبيعي بحب الخيار يعني واخد اللون الاخضر شويه في المخلل، ما بيبقاش يعني مش عاوزاه اصفر قوي. اغطي بقى على العلب بتاعتي ديت. والعلبه التانية كمان واركنهم بقى في جنب كده لتاني يوم. انت ممكن تطلعي منه تاني يوم لو انت عاملاه من الصبح، ممكن تطلعي تاني يوم على الصبح كده او الظهر منه. لو انت عاملاه مثلا بالليل بتعمليه بتخليكي يعني بتفوتي يوم كمان. دي حسب حريتكم يعني في ناس هو اسمه الخيار السريع عشان هو يعني ايه بيبقى سريع معاكي، بينجز على طول، بيتخلل وعلى طول تاني يوم بتكون ايه مستخدماه، او تالت يوم بكتير. بتمنى كده ان وصفتي تكون عجبتكم في تخليل الخيار السريع، والتتبيله تكون عجبتكم كمان. التتبيله دي ممكن تنفع لاي حاجه، ممكن تنفع للسمك هتقليه، ممكن تنفع للسمك هتشويه، ممكن تنفع للبتنجان المخلل. يعني هي لها كذا استخدام. ريحتها جميله جدا يا جماعه، ويعني مكوناتها موجوده عندك في البيت، يعني مش هتحتار عليها ولا اي حاجه، مفيهاش حاجة افتكاسات ولا أي حاجة، بس هي بس المكونات مع بعضها كده مدية نكهة حلوة. بتمنى كده ان وصفتي تكون عجبتكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم ان شاء الله مني كل جديد. دمتم في امان الله وحفظه. كانت معكم سلوى الشرقاوي.